ولا المصيبة الكبيرة بقى الأمهات اللي بتعامل نفسها إن هي خط الدفاع التاني ورا عيالها؟ الواد ما خلصش أكله هاكله أنا، البت ما خلصتش طبقها هكمله أنا. وتجيلك هي نفس الأم دي عايزة تعيش نظام حياة صحي، فعايزة تظبط أكلها، فأنت تقول لها كلي الكميات دي في الأوقات دي بالشكل المعين ده، نظمي دخول وخروج السعرات من عندك وي وي وي. تقول لك أنا ملتزمة 100%. تقعدوا تدوروا هي المشكلة جاية منين، تلاقي المشكلة في مسحة بقى العيال دي. كأن حضرتك، وانا اسف في الكلمة، صندوق الزبالة بتاع البيت. الطريقة اللي انت بتتعاملي بيها مع جسمك هي بالظبط كأنك بتعامليه كصندوق زبالة. انا بدل مرمي الحاجة هحطها فيك. افتكروا بقى كلامنا في الحلقة بتاع الكوميونيكيشن، فانا بوصل لجسمي رسالة ان انت صندوق زبالة وما تستحقش اهتمام، ما تستحقش رعاية، ما تستحقش احترام الهدف اللي انا عايزاه تساعدني احققه، وعمالة اغرز فيك حاجات انت مش عايزها. هلو، بنتكلم معاكم في بودكاست انت تخنت كده ليه على اهم حلقتين في تاريخ البودكاست ده، وهم اللي بيجاوبوا لك سؤال انت اصلا بتتخن ليه. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن مخنا وازاي بيشتغل، وازاي بيبقى عايزنا نتخن وبيعارض هدفنا وبيعارضنا ان احنا نخسر وزننا ونخس. النهارده هنتكلم عن حاجتين تانيين مهمين جدا بيأثروا برضو فكرة ان احنا عايزين نتخن او بنروح اكتر للتخن عن الخسسان، وهما السيستم والانفايرمنت. طيب ايه السيستم والانفايرمنت ده؟ تعال نبتدي بالانفايرمنت، البيئة المحيطة بيك. البيئة المحيطة بيك مسؤولة عن 23% من البيهيفيرز بتاعت سيادتك، يعني سلوكياتك. يعني لو انت البيئة المحيطة بيك متعارضة مع هدفك في ان انت تخسر وزنك او تخس الدهون الزايدة عندك، فلو انت قوتك 100%، في 23% منهم طايرين بسبب المعارضة دي او التعارض ده. عندك دكتور جون بيراردي مؤسس بريسيجن نيوتريشن، اللي هي واحدة من الهيئات المعتمدة للنيوتريشن كوتشنج، او اللي بتساعد الناس انها تنظم اكلها وتنظم اسلوب حياتها الصحي. دكتور جون عنده حاجة اسمها بيرارديز فيرست لو، القانون الاول لبيراردي. بيقول لك ايه القانون ده؟ بيقول لك if a food is near you and conveniently available you will eventually eat it. يعني ايه؟ يعني لو في اكل قريب منك في البيئة المحيطة بتاعتك و conveniently available to you، يعني مش محتاج ادفع فلوس، مش مقفول عليه بقفل ومعيش مفتاحه، لا، هو حاجة موجودة وسهل الوصول ليه، eventually هتاكله. يعني ايه الكلام ده؟ اتكلمنا قبل كده عن السبكونشس مايند بتاعنا، العقل اللاواعي اللي جواه 80% من افعالنا وتصرفاتنا. السبكونشس مايند بتاعنا ده بيستقبل في الثانية الواحدة 2 مليون ونص معلومة. عقلك الواعي بيبروسس منها من 5 ل 7 معلومات. يعني انت دلوقتي بتسمعني، ممكن تبقى بتعمل حاجة تانية، بتعمل حاجة في المطبخ، سايق، قاعد بتلعب في الموبايل او على اللابتوب، انت مركز في 5 ل 7 حاجات، بينما السبكونشس مايند بتاعك مجمع انبوتس من حواليك في الثانية الواحدة توصل ل 2 مليون ونص انبوت. طيب من الانبوتس دي، من الحاجات اللي السبكونشس مايند بتاعك بيعرفها وبيخزنها، هو الاكل اللي موجود في البيت. فلما حضرتك بيبقى عندك في البيت اكياس شيبسي، شوكولاتات، علبة ايس كريم في الفريزر، تورته، علبة حلويات شرقية، الحاجات اللي متعارضة مع النظام بتاعك موجودة في البيت وconveniently available، موجودة وسهل الوصول ليها بالنسبة لك، دكتور بيراردي بيقول لك eventually you will eat it sooner or later. السبكونشس مايند بتاعك
هيوديك ياخدك كده من ايدك ويوديك انك تاكل الحاجات دي. ده ليه بيحصل؟ لان البيئة المحيطة بينا بتأثر في 23% من سلوكياتنا. فلو انا هدفي في المرحلة دي ان انا اخسر دهوني الزايدة، اخس، اعيش اسلوب حياة صحي اكتر، من اسهل الحاجات اللي اقدر ابدأ بيها هي البيئة المحيطة دي. انا كده قطعت شوط ووقفت على سلمة، ما بقاش مستني مني 100% من الطريق، بقيت قاطع اوريدي ربعه وبقيلي 3/4 بس. تاني عايزين نفهم هو ده بيشتغل ليه، ده بيحصل ليه. اللوكشة اللي حكينا عنها المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت بتاعت شغل البرين هتوصلك sooner or later انها عايزاك تتخن مش عايزاك تخس. طيب لو الاكل سهل الوصول ليه، الاكل اللي متعارض مع النظام بتاعك موجود في البيئة المحيطة بيك وسهل الوصول ليه. شوف انا بكلمك في حاجة في التلاجة، بكلمك في شوية شيبسي متشالين فوق التلاجة، ما بالك لو جوه الأوضة بتاعتك، ما بالك لو جنب السرير في شوكولاتاية عشان لو قلقت بالليل، ما بالك لو في عربيتك في دايما شوية بونبوني حاططهم كده الوقت زنقة، ما بالك لو شنطتك فيها اكياس سكر ولا شوكولاتة. انت كده بتقرب قوي الحاجة دي منك، واحنا فهمنا ان مخنا مش دايما هيبقى واقف معانا وبيحاول يساعدنا، لا، في اوقات كتير هيبقى بيعارضنا في هدفنا ان احنا نعيش اسلوب حياة صحي. فبالتالي تنظيف البيئة المحيطة بيا دي مهم جدا 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 ان هو يساعدني اوصل لهدفي. وعدم الاهتمام وعدم مراعاة البيئة المحيطة بيا دي هيصعب عليا جدا جدا الوصول لهدفي. انا اوريدي عندي معارضة داخلية من مخي، فمش ناقص بقى معارضة خارجية كمان. مش ناقص ابقى هجيب له الاكل واقول لك لا انا هعتمد على قوة الارادة. الارادة مبالغ فيها جدا، وكلام الناس عنها سواء بالايجاب او بالسلب مبالغ فيه جدا. هنخش في مرة في تفاصيل مصادر التغيير اصلا، وهنفهم الإرادة ده دورها فين وباقي المصادر دورها ايه. ولكن لو انت مثلا تعاملت مع الإرادة دي انها عاملة زي شحن الموبايل، هو دلوقتي 100%، فانت رايح التلاجة تجيب مية، فتحت لقيت تورتة قدامك وانت بتحب الحلويات جدا جدا، لان شخص تاني ما بيحبش الحلويات، مش بيكريف حلويات، ما بياكلهاش، بالنسبة له وجود التورتة دي زي عدمها. زي بالظبط لو انت فتحت التلاجة ولقيت حلة فاصوليا وانت بتحبش الفاصوليا، عادي مش هتأثر فيك في حاجة. بكلمك على حاجة انت بتحبها بتكرفها. لما كنت في النظام اللي مش صحي قوي اللي انت عايش بيه، كانت دي من اكتر الحاجات اللي انت بتكونسيومت بتاكلها او بتعتمد عليها في اسلوب حياتك. طيب رحت تجيب مية، فتحت شفت التورت، فال100% بتاعت الإرادة دي خست شوية بقت 80%. مكتوب لك في العشاء ولا رايح عايز تتعشى حاجة كويسة، فبتطلع من التلاجة زبادي وسلطة، فشفت التورتة تاني 80% بقوا 50%. تاني يوم الصبح وانت نازل بصيت بتجيب حاجة من التلاجة، بتجيب لبن، بتجيب واتافر، 50% بقت 30%. مرة في مرة الإرادة دي اعتبرها انرجي وبتخلص. لما هتخلص هيحصل ايه؟ هترجع للبيهيفيرز السهلة بالنسبة لك اللي هي مش محتاجة إرادة، مش محتاجة باور، ويل باور، مش محتاجة ده، لا هي حاجة سهلة ومتعود عليه. عشان كده بيرارديز لو بيقول لك ان انت لو عندك اكل موجود حواليك وسهل الوصول ليه sooner or later هتاكله. طب يبقى الحل ايه يا عم بيراردي؟ ان انا اشيله. طب انا مش عايش لوحدي واللي عندي في البيت طول النهار والليل نقر ونقير، اقول لهم عايز اخس يحلالهم بقى. يوم ما انا ناوي ابدا اظبط حياتي واعمل نظام جديد
نفتكر بقى المكرونه بالبشاميل ونفتكر المحاشي وحبكه البطه والرقاق يتعملوا النهارده بالذات. طيب طالما انا عارف ان انا تواجدي حوالين الحاجات دي هيأثر عليا، احاول اخلق بدائل لنفسي. احاول اشوف اني والله انا هدخل المطبخ مره واحده بس اجهز فيه اكلي بتاع اليوم كله، والله هروح اعتمد على مصدر تاني اجيب منه الاكل في الكام يوم دول لحد ما الحاجه المغريه قوي بالنسبه لي دي تخلص. هتناقش وديبيت ودiscuss معاهم مره واثنين وثلاثه واربعه ان التصرفات دي مش بتساعدني وانتوا السبورت سيستم بتاعي، فانا محتاجكم تساعدوني، وهكذا وهكذا. في حلول كتير طالما بقى عندي الوعي، عندي الاويرنس بالحاجه هتاثر عليا ازاي، اقدر افكر فيها واقدر اخلق بدائل لنفسي. طيب ده الجزء الخاص بالانفايرمنت. نيجي للجزء الخاص بالسيستم او السيستمز. ايه السيستم ده؟ لما اتكلمنا عن السبكونشس مايند او اتكلمنا عن الماميليان برين، قلنا ان واحده من الحاجات اللي بتميزه هي النيد فور بيلونجينج، ان هو بقى عايز يعيش في باكس. فاحنا جينا كبني ادمين خدنا منهم الصفه دي وطورنا عليها اكتر، وبقى عندنا كلنا كبني ادمين need for belonging، يعني احنا عايزين نشعر بالانتماء. الانتماء لإيه؟ الانتماء للمجموعات اللي احنا موجودين فيها. طبعا أولهم وأهمهم هو البيت. البيت ده هو مصدر الأمان، مصدر السيرفايفل بالنسبة للطفل. أنا من هنا، من الراجل ده ومن الست دي، بحصل على كل احتياجاتي علشان أعرف أعيش وأكبر. فأنا عايز أفضل منتمي ليهم، عايز أفضل بقلدهم في كل حاجة بيعملوها. بمعنى كده إن أول سيستم عندي ده، لو أنا والدي ووالدتي الاتنين عاداتهم الغذائية مش على السبيكترم الهيلثي، على السبيكترم الانهيلثي، لو اللايف ستايل بتاعهم مش على السبيكترم الهيلثي، على السبيكترم الانهيلثي، يبقى أنا هيتغرس جوايا انتماء للسيستم ده بيقول لي to survive و to belong لازم أعيش نظام حياة غير صحي. الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل في السبكونشس مايند بتاعك. حضرتك ما بتبقاش واعيله، بتبقى راجل محترم 30-40 سنة، بقالك 10-15 سنة بتعافر في تغيير أسلوب حياتك، وفي معارضة داخلية من جواك. كل ما بتقرب أو بتوصل لهدفك بترجع تاني، تقرب وترجع، تقرب وترجع، لأن النيد فور بيلونجينج دي مرتبطة عندك بسيستم ما كانش على السبيكترم الهيلث. فلما بتفهم ده تبتدي تتشالنج ان انا محتاج ابيلونج بس باسلوب تاني غير اسلوب الاكل او اسلوب اللايف ستايل اللي هم كانوا عايشين بيه. طيب يكبر الطفل شوية، يبتدي يروح المدرسة، فتخلق له سيستم جديد عايز يبيلونج ليه. فلو انا النهاردة رحت مدرسة مهتمة بالرياضة، كل اصحابي بيتمرنوا، هلاقي ابني او بنتي مندمجة في ده وعايزة هي كمان تلعب رياضات وعايزة هي كمان تبيلونج للسيستم ده. في majority of the cases هيطلع cases تانية اني لا، هو عايز يستاند اوت او عايز يبقى مختلف عن دول، هتلاقيه بينتمي لسيستم تاني هنخوض فيه. بس في الماجوريتي السيستم بتاع المدرسة هيأثر على طفلك، والسيستم بتاع مدرستك انت لما حضرتك كنت طفل مأثر عليك النهاردة. فلو انت كان صحابك كل اكلكوا من الكشك بيجيبوا سندوتشات نوتيلا وسندوتشات حلاوة بالجبنة بالقشطة بالعسل بالمش عارف ايه، هتلاقي نفسك جزء من البيلونجينج ان انت تفضل في العادات الاكل الغير صحية. كبرت شوية بقى عندك صحاب في الجامعة، بقيتوا تخرجوا تاكلوا مع بعض. وفي مصر مشهور قوي 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 السيستم بتاع خروجات الاكل ده. انا لو بطلت اكل الاكل بتاع الشارع، او بطلت اكل فاست فود، او بطلت اكل حاجات الدسمة اللي موجودة في اغلب المطاعم، هبطل انتمي لاصحابي، مش هعرف اكونكت معاه. اصل هنخرج نعمل ايه يعني غير ان احنا ناكل؟ فانت عندك سيستم قوي بيشدك ويبعدك عن هدفك اللي هو
البيلونجينج في اصحابه. خش بقى بعد كده في لو انت اتجوزت فدخل معاك السيستم بتاع مراتك، السيستم بتاع عاداتها الغذائيه اللي هي منتميه فيها لبيتها هي كمان. فاحنا ما بنطبخش غير بربع بطرمان زبده، ولا قالب الزبده لازم يتحط في الطاسه قبل ما اقلي اي حاجه. ده احنا ما فيش حاجه بناكلها مش مقليه. لا قلي في الفرن ايه ده يطلع الحاجه ناشفه ومعفنه. لا اير فراير ايه دي بتجيب سرطان. كل الافكار الجميله دي، كل البيليفز اللي مزروعه جوانا دي اللي بتخلينا منتمين لسيستم ما بتعارض هدفنا ان احنا نعيش في اسلوب الحياه الصحي. طيب تعالى اقول لك واحد من اشهر السيستمز اللي المصريين كتير جدا، واعتقد في العالم العربي في منهم كتير كده برضو منتمين ليه، السيستم بتاع تخليص الطبق، اللي بيطلع بقى في جمل من نوعية الأكل ده هيجري وراك يوم القيامة، لو ما خلصتش طبقك هزعل منك، مين شاطر هيخلص طبقه، شايف فلان أخوك ولا أختك ولا ابن خالتك شاطر وخلص أكله إزاي، خناقة انت راجع لي ليه بسندوتشاتك زي ما هي ولا كلت نصها بس. المفهوم ده مفهوم ان انا كأم او كأب حطيت كمية اكل معينة لإنسان وبجبره بسلطتي عليه، سواء السلطة دي كانت سلطة حقيقية في وقت من مراحل حياته او كانت ايموشنال ابيوز، يعني ان انا بقول له لو ما خلصتش اكل هزعل منك، لو ما كلتش دي تبقى خصيمي يوم القيامة، تعدمني لو ما دوتش البتاعة دي. كل الحاجات دي هي منظومة احنا بنخلقها في دماغ عيالنا، او منظومة اتخلقت جوه دماغنا وارتبطت بالبيلونجينج، ارتبطت برغبتي في الانتماء للسيستم ده. ما هي الست دي امي شايلاني طول عمرها والكلام ده، والست دي امي اللي انا محتاجها عشان اسرفايف. انا كطفل بالنسبة لي في فيجر اب فيجر ام، وجودهم في حياتي بيساوي حياتي نفسها، يساوي ان انا اعيش. فاللي هيقولوا عليها اعمله عشان اعيش بطريقة كل انسان باختلاف الباترنز بتاعت البشر. فواحدة من اكتر الحاجات اللي احنا خدناها من اهلنا هي طريقة اكلهم، والجزئية بتاعت تخليص الطبق دي جزئية مهمة جدا جدا. وبتلاقي ناس مشيت في طريق انها تظبط اكلها، ومشيت في طريق انها تبقى على سبيكترم الهيلثي لايف ستايل اكتر، بس لسه بتعاني من نقطة الاوفر ايت. يقول لك انا ببقى حاسس ان انا شبعت بس مصمم اكمل، شايف فاضل صباعين كفتة و5 معالق رز ما جاتش عليهم، يعني ارميهم يعني. ولا المصيبة الكبيرة بقى الامهات اللي بتعامل نفسها ان هي خط الدفاع التاني ورا عيالها، الواد ما خلصش اكله هاكله انا، البت ما خلصتش طبقها هكمله انا. وتجيلك هي نفس الام دي عايزه تعيش نظام حياه صحي، فعايزه تظبط اكلها، فانت تقول لها كلي الكميات دي في الاوقات دي بالشكل المعين ده، نظمي دخول وخروج السعرات من عندك وي تقول لك انا ملتزمه 100%. تقعدوا تدوروا هي المشكله جايه منين، تلاقي المشكله في مسحه بقى العيال دي. كأن حضرتك، وانا اسف في الكلمه، صندوق الزباله بتاع البيت. الطريقه اللي انت بتتعاملي بيها مع جسمك هي بالظبط كأنك بتعامليه كصندوق زباله. انا بدل مرمي الحاجه هحطها فيك. افتكروا بقى كلامنا في الحلقه بتاع الكوميونيكيشن، فانا بوصل لجسمي رساله ان انت صندوق زباله، ما تستحقش اهتمام، ما تستحقش رعايه، ما تستحقش احترام الهدف اللي انا عايزاك تساعدني احققه، وعماله اغرس فيك حاجات انت مش عايزها. في حين ان انا ممكن بمنتهى السهوله الم الاكل اللي متبقي ده، لو هو حالته جيده ممكن اتصدق بيه لوجه الله لانسان محتاج ياكله، لو هو حالته متاكله شويه ممكن اجمعه الكلب او قطه في الشارع محتاجين ياكلوه.
اتعلم اصلا اعمل كميات اقل، بدل ما بعمل 3 كوبايات رز واحنا 4 افراد اعمل 1.5 كوباية. ولما يبقى الاقي ان اللي اتعمل ده قليل ابتدي ازود تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات الناس. برضو واحد من الحاجات المشهورة قوي عندنا كمصريين فكرة الكميات. لو عازم حد لازم اعمل صنفين خضار وصنفين لحمة وصنفين فراخ وصنفين نشويات، ويبقى فيه مكرونة ومحشي ورقاق وجلاش وبطاطس محمرة وفراخ ولحمة وحمام. بنشوف ان ده كرم، بيتقال ان هو ده كرم الضيافة. حلو جدا الانتماء للسيستم ده، سيستم كرم الضيافة، سيستم الكميات الاوفر دي بيتعارض مع رغبتك في انك تعيش اسلوب حياة صحي. انا مش جاي هنا اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، انا جاي افهمك، اساعدك توصل لفكرة الوعي، الاويرنس بالعوامل المؤثرة اللي بتخليك تضخم، العوامل اللي بتخليك تعرفش توصل لهدفك انك تخس وانت مبسوط. طيب انا عايز ابقى كريم مع ضيوفي، او انا معزوم وعايز ابقى ذوق مع ده. محتاجة بالانس ما بين ان انا ابقى بحترم نفسي وبحترم اهدافي اللي انا حطيتها لنفسي وذوق مع الاخرين. فممكن اشوف طرق كتير بقى وتاكتكس كتير نقعد نحلها في كوتشنج سيشن، نعمل لها فيديوهات عن الباوندرز وازاي تبقى ذوق مع الناس من غير ما تيجي على نفسك. هنتكلم في كل ده ان شاء الله. ولكن الفكرة العامة هي ادراك كمية السيستمز اللي انت منتمي ليها المتعارضة مع رغبتك في انك تعيش اسلوب حياة صحي. اتمنى ان الحلقتين دول على بعض يبقوا قدموا لكم اجابة انت بتتخن كده ليه، فهموك الجزء الخاص بالمخ والجزء الخاص بالبرين، وان هو بيشوف التخن ده سيرفايفل، او ان هو متعود فشايف ان التخن كومفورتبل اكتر من الخسسان، وهو اصلا عايز يعيش في الكومفورت زون دي. وفهموك الجزء الخاص بالانفايرمنت وتأثيرها اللي يكاد يوازي ربع تصرفاتك نابع من البيئة اللي حواليك، والجزء الخاص بالانتماء للسيستمز والبيلونجينج لمفاهيم كتير وعادات كتير وتقاليد كتير نشأت وتربيت وترعرعت فيها، وهي ممكن تبقى السبب او واحد من اهم الاسباب المتعارضة مع رغبتك في انك تخس وانت مبسوط. تنسوش تعملوا لايك وشير، ابعتوا الحلقة لاصحابكم اللي ممكن يستفيدوا بيها، اعملوا سيف للحلقة علشان ترجعوا لها وقت ما تحتاجوا. ونشوفكم الحلقة الجاية في بودكاست انت تخنت كده ليه.